حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي، ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس على الكل عشان كل فيديوهاتنا توصل ليكم. ازيكم يا حبايبنا عاملين ايه؟ يوم الجمعة جمعة مباركة عليكم. النهارده جايين لكم في يوم الجمعة مع اقوى تحدي يا جماعة. كل واحد 3 سندوتشات سوري عملاقين ومعاهم تومية ومخلل، ومحمد معاه 2 وام علي معاه 3، واللي هيكسب هياخد 200 جنيه يا جماعة. يلا شايفين السندوتش قد يلا. 10 سندوتشات. بس يا باشا يلا. دي بقى السندوتش، بصوا ديت سندوتش فلافل سوري، بص بس السندوتش عملاق يا لهوي. دي يسوى انا مش عارفه اكله كلها. شايفين بصوا يا جماعه بيلوظ عنصص والنعمه بينصص. على فكره السندوتشات عملاقه. انت حبه البركه. تصدق نسيت ما كانش الفلافل السوري في العيش السوري مع التتبيله السوريه ما كانش شويه طعميه سوري بقى ما حصلتش. والمطعم ادانا مع ترش سوري، مش عارف السوري بقى في الترش عامل ايه. اكيد حلو. هو ايه الميه الصفراء بتاعت السوري هنا؟ جميل. تاخد يا محمد؟ طشه السوري. هو مش انت قلت انا مش واخد؟ ما تاخدش. حسب انت بتلعب بصبعك ولا اصبر ولا خدت في الفلاحه حاميه قوي. العلبه اصلا طلع بالمعلقه، حط معاك. ما فيهاش حاجه حاميه. خدت في الفلاحه حمرا كاتشينه نار. يا ولاد اللعيبه السوريين دول يا جماعه بيعملوا حاجات عظمه. السوريين في السندوتشات السوري دي مش هاكل دي. ولاد لعيبه. حاطين فيها فلفل كتير اللي يعني بينفخوا السندوتش ياكل 10، وحاطين بقى حبه البركه هنا. هي بصوا حبه البركه ديت على فكره جميله. ده مليانه صوصات. والحمص السوري بقى يا جماعه الناعم ده بيبقى بصوا في مليون كاتشب. وحاطين فيه بقى مخللات بقى وطماطم وسلطه وكابوتشي. جامد. انا بحب الحمص السوري قوي في السندوتش السوري. انا من ساعه ما اكلت الطعميه بتاعتهم ما عدتش بحب المصر بتاعتهم. ما اقدرش اخليه بقى اجيب زي المره اللي فاتت التوميه المشطشطه ديت تعبتنا. البرتقالية تعبتنا وكنا نروح المستشفى. برتقالية. فدي التوميه البيضاء اللي اي حد بياكلها. ده اساس اصلا التوميه. السندوتش من دي ب 30 جنيه يا جماعه. بس على فكره يسوى والله. يسوى. الترشي كبير قوي. جامد. يا المص الصفرا دي عاوزين ندوقها فين؟ لا ما مش بالسر. لا والله حلو بس نار حامي قوي. عشان دي الفلفل ده حامي نار نار. ده خش على البطاطس كده. شايفين اللفت الاحمر السوري بقى، وبصوا حركات كده وتكات جامده قوي. جمدان جمدان. حاطين فيه بنجر. بنجر وسلطه. بخلي الفلفل يبقى مدي لون كده فوشيا جميل كده. البنجر بيحطوا بدل الطحينه الحمص السوري بالطحينه. بطاطس تحفه. حطوا بقى كده بصوا في التوميه كده واستمتعوا. قلت يا محمد اضرب. محمد اختار البطاطس بالموزاريلا بالكاتشب. ارنبيط ظهر.
محمد بيحب الرز في الحاجات دي. النهارده بقى ايه، حبينا نريح ام علي. ريحنا كل يوم. ها؟ ريحنا كل يوم في شهر 8 ده بالذات. لا بس لا يعلى على اكل البيت. جو سخن نار ملهلب. السندوتش من المنام مش عارف امسكه اصلا. هو في هوا بره ولا اه لا حلو، الجو حلو والله بره. ايه؟ والله. امال جوه مال؟ ده انا كملت السندوتش وباين شبعت. انتوا خلاص كنتوا عاملينها؟ انت عارف خلاص. بص كبير انت خلاص. لا كبير. البطاطس صغير شويه. مش عارفه حاطين في كلام ذريه دول. تاكل نص نص. دول شايفين حبة البركة ديت عاملة شغل والله. بس المره اللي فاتت مش عشان حطوها تبارك. صح؟ بس انا مش حبيتها في السندوتش. عشان تبارك. لا حرام عليك بتقول كده، حبة البركة دي انا مش مش قصدي حاجه. لا. طعمها الرسول عليه الصلاة والسلام. هي ما تتحط على العيش ولا اي حاجه داخله الفرن بتبقى لا. جميله، مخبوزات بتبقى تحفه. الرسول عليه الصلاة والسلام وصى بحبة البركة دي يعني سبحان الله فيها فوائد جامدة يا جماعة. هي جميله اصلا. بس الطرش بتاعهم انصحكم ما تجربوش نار. لا ياكلوا هيروح على طول على دي البطاطس بقى هنجرب البطاطس والقمر. في ترش كنتر. انما سندوتشاتهم عالميه. بطاطس متبله تحفه يا جماعه، والكاتشب والخلطه مع الموزاريلا مع تحميصه العيش تحفه. شايفين بصوا؟ سامعين صوت الخرفشه اهو. سامع؟ خش جنب ودن جماعة. محمد وعمل جنب ودن محمد مش انا. اهي بتفوت حاجة. حاجه عظمه. يا ولاد اللعيبه. طب انا جبت كتير. ده حتى التتبيله بتاعت البطاطس مع الكاتشب مع الجبنه الموزاريلا عامله شغل جامد. واحد اصلا النهارده دول في الفلاله. ايه؟ ليه؟ هتعجبك. لو قلت انت خايف تاكل. حاميه؟ نعم. عاوزة تدوقها لي على فكرة يعني ولا لو دقتها مش هطلع بحب الحما بس ما يكونش مولع قوي كده. طب وحامي عاوزة تداري؟ تدوقها. لا طعمها حامي هنا تعبني. ما بحبش الحامي خالص. انت لازم تكملي ده على فكرة. لا مش هقدر. خليهم في البطاطس صح. دي تحدي يا ماما، لازم تكملي التلاتة بتوعك. افرض انا هستسلم. ماشي. كان كده ماشي. وبعدين انا لسه باكل. بس على فكرة انا لسه باكل. البطاطس هتفتح نفسك اصلا. البطاطس اصلا يقولوا لهم كده على رأيك طب ما انا كده. باكل بطاطس. لو قيموا لهم كده بطاطس بالله عليك. تحفه والله يا جماعه تحفه. اللي مليانه توميه سوري. وحاطين فيها كابوتشا كمان. متوصيين بالبطاطس فيها. لا السندوتش مقدور ومعمول صح. يعني الواحد بيدفع الفلوس هو مطمن. هو مطمن، يعني مش بيدفع الفلوس في حاجه، لا سعر مقابل قيمه. يا محمد اجمل. بص العيال هيكسبك اهو. جدع عادي. ده شو معاك بيرموت ولا انت ما خلصتش على فكره اللي بتاعت 100. معلش تعالى معايا.
خلاص ديت انت بتحبها جدع. معايا علبتين اصلا. انا بعشق التوميه بتاعتهم يا جماعه. انا مش عارف بس العلبه بحطين فيها لحسه. انا بعملها احسن منها. حاطين فيها لحسه. كل ام علي. بس المرة دي التوم مظبوط. قبل كده كان التوم باين فيها خالص. لا ما هو اللي على بيظبطوه. ما بحبش التوم فيها كتير. التوم اصلا بيتعب معدتي. خد مش برضه. كل عادي. انا عاوز دمار. شوف حته الفلفل ده بيبقى حامي. نار نار. مش هو تستسلم؟ لا لسه كده. انت هتكمل ده؟ ايه؟ الله الله. متأكد؟ 200 جنيه. متأكد؟ يا يا ست عارف. اكلت التوميه الاثنين؟ لا اسمع معاه واحد. محمد كل اول علبه ومحبين يلحس في التاني، يلحس التاني بقى. هو السندوتش يا جماعه صاروخ ارض جو والله. عملاق 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 ومليان مليان من جوه. انا مش قادرة اكمل. انا مش كفايه كمان كبر السندوتش، لا ده من مليان محشي. بصوا واخد 2 كيلو بطاطس. هو واحد قد كف ايد. بيخش المعدة بيقفلها صراحة. خدها. لا كملها. مش مشكله بقى. انت هتكملي انت دي؟ معاك بطاطس. لا انت شبعت صح؟ انا اكلت نص دي واحد سند- بطاطس. السندوتش واحد فعلا السندوتش فعلا كبير جدا جدا. لا بس ابو علي عمل شغل كلت. يا دوبك بابا كده. يستحق ال 200 الصراحة. السندوتش اصلا عملاق يا جماعه. كان عاوز ميه؟ سندوتش ضخم من ده وكل واحد برضه من ده، انما مش قادرة اكمل نص ده. وهو اللي عاوز يستحق ميه ال مين؟ 200 فعلا. السندوتش يا جماعه اقسم هو بالله. يوم الجمعة عندنا بيبقى تغيير اشرب. في الاكل وبيبقى جميل يا جماعة. السندوتش صراحه عملاق وجامد. يا لهوي. عاشت وما سوريا. الساعة دي بقى تطفي النار اللي في بقك. احنا هنصدر التوميه دي لسوريا قريبا. دي العلبه دي بتاعت مين؟ اكيد بتاعت عادي. انا عايزة اعمل لكم اكلات سورية، ايه رأيك؟ وفي احسن من الشاورما السوري مع الرز البسمتي. انا اكتر حاجه بيزعلني في المطعم ده ان هو مكبر العلبه وحاطط لها لحسه توميه. لحس معلقة على فكرة. معلقه. انا مش عارف ده بقطه مثلا يعني على قد العلبه املاها يا عم عشان يبقى على قد السندوتش. هو ده بس تعقيب على انما شفتوا جايبين 10 سندوتشات ودي كل دي علبه ترش واحده بس. طب خليها علبتين. خليها علبتين يعني احنا بنحب الترش السوري برضه. مش دي بتضيفها على انما الحساب هو برضو؟ بيكتر العلب مع كل سندوتش علبه لحسه يعني لحسه توميه. بس لو كتر شويه توميه كان يبقى شغل جامد والله. يلا ربنا يبارك لهم. إيه رأيكم يا احلى جماعة؟ تحيه لسوريا واهل سوريا. تحدي عملاق. تحدي فاجر. الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. اهم حاجه يا حبايبنا لو الفيديو عجبكم لايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس على الكل عشان كل فيديوهاتنا توصل ليكم. سلام.